خبراء ألمان يحذرون من وجود روابط بين البوليساريو والإرهاب الساحلي والصحراوي إن الوضع في مخيمات تندور، بالإضافة إلى تعقيده الجوهري على المستوى الإنساني، مضطرب بسبب النوايا المثيرة للقلق لجبهة البوليساريو. ويضاف إلى الوضع المعقد أصلاً في المعسكرات الرغبة في تجنيد مجندين جدد لأغراض إرهابية، وهو ما كشفه خبراء ألمان في تقرير نشرته شبكة آرم. ويشيرون إلى معسكرات في منطقة تندوف بالجزائر كهدف للجماعات المتطرفة من الساحل والمغرب العربي لنشر أفكارها وتجنيد أعضاء جدد لمنظماتها. المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية تشير بشكل مباشر إلى أحد رجال جبهة البوليساريو الأقوياء، وهو إسماعيل أحمد. يرتبط إسماعيل بتنظيم داعش في أفريقيا ومتعاون مهم في تجنيد أعضاء جدد من خلال منتديات الإنترنت، وهو ليس معروفاً لدى العدالة الإسبانية. وفي نهاية مايو أيار حكمت عليه المحكمة الوطنية في مدريد بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى 5 سنوات من المراقبة بتهمة التطرف من بين تهم أخرى. ومؤخراً شوهد في مقاطع فيديو دعائية يوجه فيها رسائل مثل طريقي هو القرآن، وهو سيفي، وهو نفس الطريق الذي سلكته في الماضي، وهو نفس الطريق الذي سلكته في الماضي. وتقوم الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقتي الساحل والصحراء بعمليات تجنيد كبيرة في مناطق مثل تندوف بسبب عدم الاستقرار والفقر الذي يحيط بها، وهي أرض خصبة للجماعات المتطرفة لنشر أفكارها هناك، وهذا لا يعني أنها الهدف النهائي، بل أبعد ما تكون عن ذلك. والحقيقة أن الصحيفة الألمانية تشير بأصابع الاتهام إلى الغرب الذي يظل بحسب مراقبين الهدف الرئيسي لكل هذه الجماعات. هذه الجماعات لا تركز فقط على السيطرة على مناطق في المنطقة، ولكنها جميعاً جزء من هذه الاستراتيجية العالمية، مما يعني أن الهجمات ضد الغرب هي الأولوية. ويحذر هانز جاكوب شانديلر، مدير مشروع مكافحة التطرف الدولي غير الربحي، من هذا الأمر، ويسلط الضوء أيضاً على خطورة محاولات التجنيد هذه في أوروبا أيضاً. لا يزال من الممكن استغلال الناس في أوروبا من المناطق التي تشهد صراعات دفعهم إلى التطرف وربما تحفيزهم على ارتكاب الهجمات. وهو عمل ينوي البعض مثل أحمد القيام به في أوروبا، وقد قام به من خلال رقم هاتف ألماني استخدمه لإخفاء هويته. وهذه الممارسة أكثر شيوعاً في أوروبا، لأن التواصل في منطقة الساحل يقتصر على رسائل الفيسبوك، وهذه الشبكة هي التي يستخدمها الإرهابيون في أغلب الأحيان لإغراق الشبكات بأفكارهم المتطرفة وتجنيد أعضاء جدد. وكما يوضح تنظيم أجهزة المخابرات السابقة لام بي آر 24، فإن الاتصالات هناك محدودة للغاية، وهذا يعني أنهم يستخدمون حساباتهم على فيسبوك فقط للتواصل مع بعضهم البعض، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى خدمة رسائل التليجرام أو وسائل الاتصال الأخرى.
وهذا يخلق واحدة من أكثر المواقف إثارة للقلق بالنسبة لأجهزة المخابرات الألمانية، وهي العلاقة بين الجماعات الإرهابية المختلفة، سواء كانت بوكو حرام في نيجيريا، أو حركة الشباب في الصومال، أو فصائل داعش العاملة في الصحراء والساحل. جميعهم على اتصال ويعرفون تحركات بعضهم البعض. وكما يشير هانز جاكوب شندلر، فإن الهدف واضح: حيثما تكون الحكومات ضعيفة، وحيثما توجد صعوبات اقتصادية